السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد. بصوا بقى، النهارده مش هنعمل روتين، مش هنعمل اي حاجه. النهارده هنعمل وصفه هي طالعه ترند الايام دي. هنعمل اللي هو المفروض بيقولوا انه بسكوت الشمعدان او كيكه البسكوت. فالمهم هنعملها مع بعض النهارده، وهنشوف طريقتها ازاي، وهقول لكم رأيي فيها بكل صراحه في الاخر يعني. بس الاول نشوف المقادير ونشوف الطريقه. تمام. اول حاجه هنا انا جبت 3 بيضات وهحط عليهم فانيليا. او عايزه اقول لكم ان الوصفه دي يا جماعه مش مصريه، الوصفه دي جزائريه. يعني الوصفه دي اصلا جزائريه، وحد مصري خدها وعملها، فابتدت انها تطلع ترند، والكل ايه يبدأ ان هو يعملها ويجربها. فانا قلت طب وليه لا نعملها ونجربها، طالما ان احنا بنموت في حاجه اسمها بسكوت الشمعدان. وطبعا البسكوت دلوقتي حاجه قد كده وب6 جنيه و7 جنيه كده وارقام غريبه. فقلت خلاص نعملها طالما ان هما بيقولوا انها زي الشمعدان بالظبط. المهم انا جبت هنا ال3 بيضات، حطيت عليهم فانيليا، حطيت عليهم كوبايه الا ربع من الزيت، وحطيت كوبايه من السكر، وبدات بقى ان انا اخلطهم كويس جدا. اخلط كده كويس لحد ما الخليط بتاعي يفتح والقوام يعني والكميه يعني بتاعته تزيد. تقدري طبعا تعمليها في الخلاط. كل اللي عامل الوصفه دي كان عاملها في الخلاط، بس انا بصراحه عملتها يعني بستسهل المضرب عن الخلاط. بدات كده ان انا اضرب بقى الخليط بتاعي اللي هو البيض والفانيليا والزيت وكوبايه السكر. وبعد كده بعد ما اضربهم بقى هبدا ان انا اضيف المواد الجافه بتاعتي. بصوا هي المقادير كده في الاول تحسوا انها مقادير كيكه، بس بعد كده يعني هنزود كميه الدقيق عشان يعمل معانا بسكوت. هنا كميه الدقيق بتاعتنا هتبقى 4 كوبايات من الدقيق. هحط كده اول كوبايه من الدقيق، وبعد كده هنزل عليهم بنص كيس من البيكنج باودر. انا هنا بصوا كل اللي عملها برضو حط 4 كوبايات من الدقيق، بس انا خدت معايا 4 ونص. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم طبعا لان الدقيق انواع يعني. فخدت معايا 4 ونص. برضو مش هي دي مشكلتها، او هي دي اللي هتفرق في اللي انا هقوله لكم يعني. بس طبعا الدقيق بيختلف من نوع لنوع. فخدت معايا 4 ونص من الدقيق. ليه بقى؟ لان احنا المفروض بنبدأ ان احنا نخلطها، والقوام بتاعها يبدأ يتقل معانا. هنعمل يعني هتبقى زي الكورة كده، طبعا غير الخليط بقى بتاع الكيكة. طبعا خليط الكيك بيبقى سايل، انما دي لا، بنفضل نزود دي عشان كده كمية دي فيها كبيرة، علشان خاطر انها تبقى ايه، الخليط معانا النتيجة في الاخر انها زي بصوا زي عجينة البسكوت كده. طبعا تبقى ايه العجينة متماسكة. المهم انا حطيت هنا 4 كوبايات من دي 4 ونص بقى، وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا. وهبدأ بقى ألم ايه العجينة بتاعتي. زي ما قلت لكم هي هتبقى عجينة متماسكة، مش عجينة سايلة كده زي الكيك، لا عجينة بسكوت متماسكة. هبدأ بقى ان انا كده ألمها. احنا هنلم مش هنعجن يعني، برضو لان هو برضو في الاخر اللي هو ايه تكنيك البسكوت يعني. فهبدأ كده ان انا ألم وادخل كل الدقيق بتاعي في العجينة بتاعتي. خلاص بقى كده بصوا انا كده خلصتها والعجينة لمت معايا. هعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ ان انا اقسمها نصين، يعني نصين متساويين. هخلي نص ابيض والنص التاني هيبقى بالشوكولاته، او هحط عليه كاكاو. لقيت بقى النص الاولاني ده كده صغير، حطيت عليه حته يعني كمان، علشان يعني حاولت ان انا اعملهم ايه ان هما متساويين. الجزء بقى اللي في الطبق اللي انا عجنت فيه ده هحط عليه الكاكاو بتاعي. انا كان عندي هم دول اخر حبة كاكاو موجودين، ده كان كاكاو دريم. طعمه حلو جدا جدا، كاكاو دريم يعني جريم. كاكاو دريم بصراحة طعمه حلو جدا جدا، كاكاو نضيف يعني. فالمهم انا حطيت كده بقى الكاكاو بتاعي، وحطيت عليهم معلقة مية بس ايه علشان يتلم يعني. ممكن انت اصلا تسيبي العجينة من الاول ملزقة، هتسيبي العجينة ملزقة معاكي شوية وتقسميها. وهيبقى برضو ايه عندك الابيض متلزق، يعني العجينه بتاعته بتلزق، والنص التاني اللي انت هتحطي عليه كاكاو ملزق. فلما تيجي تحطي عليه معلقتين الكاكاو بتاعتك، او 3 معالق كاكاو، او نص كوبايه على حسب زي ما انت عايزه درجه الغمقان بتاعتها، هتلاقي انها ظبطت معاكي. والجزء الابيض تحطي عليه معلقه دقيق هتظبط معاكي. بس انا بصراحه ما بحبش العجينه الملزقه دي، فالابيض كانت مظبوطه، واللي هي بالكاكاو حطيت عليها بس معلقه ميه عشان خاطر تلم وتظبط معايا. خلاص كده كده الاتنين النوعين العجينه بقوا جاهزين معانا. جبت بقى المفرش السيليكون بتاعي وفرش ودهنته كده ايه بمسحه زيت. وهبدا ان انا اجيب العجينه البيضه، وهبدا ان انا ايه هفردها. تمام. انا هنا هحتاج هفرد العجينتين المفروض على مفرشين سيليكون، او انا عندي واحد بس. لو ما فيش اصلا مفرش سيليكون يبقى على مثلا بين ورقتين زبده، كيس تلاجة زي ما انا هعمل كده.
أي حاجة يعني اقدري إن أنتِ إيه، تقدري إن أنتِ تفردي عليها، بس ما تفردوش على الرخامة على طول، لازم على حاجة عشان هتنقلي ده على ده هنشوف دلوقتي، تمام كده؟ بُصّوا أنا فردت أول واحدة، يعني نحاول إن إحنا نفردها على شكل مستطيل، طبعًا هنلاقيها عملت معانا دايرة شكل كده ما لوش أي ملامح، ما فيش أي مشكلة، بابدأ إن أنا أجيب كده أي حاجة كده طويلة، أنا بُصّوا بضهر السكينة وأبدأ إن أنا ألمّه كده على مستطيل. كل ما تيجي ت ت ت تعمل معايا تغيّر الشكل معايا ما فيش أي مشكلة، باجيب برضه السكينة بتاعتي وأبدأ إن أنا إيه، أحاول إن أنا ألمّها على شكل إيه، مستطيل. أهو بُصّوا شايفين ده كده اللي هو الأبيض، هاجيب بعد كده جِبت كيس تلاجة عادي وفتحته وبرضه دهنته كده مسحة زيت، وبعد كده هاجيب اللي هي اللي بالشوكولاتة وأبدأ برضه إن أنا أفردها برضه على شكل مستطيل. يعني بُصّوا بالنظر كده حاولوا إن خلّوا الاتنين نفس المقاس، بس برضه ما فيش مشكلة لو ما طلعوش نفس المقاس وحطيتوهم يعني هتيجوا تحطوهم على بعض، هتقدروا إن أنتم تضبّطوهم، هتشوفوا دلوقتي هتلاقوا معايا واحدة طويلة وواحدة قصيّرة وبرضه هتتضبّط وهتطلع ما فيش أي مشكلة يعني فيها، يعني كلّه في إيدينا يعني. المهم بُصّوا بالاقيها برضه إنها بتاخد معايا شكل الدايرة، باجيب بقى كده السكينة بتاعتي واحاول إن أنا برضه أخلّيها الشكل المستطيل بتاعي، وارجع إن أنا أفرد تاني. تمام كده، لحد كده ماشيين تمام ومضبوط، والمفروض إن إحنا دلوقتي بنعمل الكيك اللي هو بيبقى كيك البسكوت اللي هو اللي زي الشمعدان، ده على حسب ما هو الترند طالع، فالمفروض إن إحنا عايزين يبقى كده، المفروض إن إحنا ناكل بقى طعم بسكوت الشمعدان، فهنشوف بقى في الآخر هو هيطلع إيه بصراحة يعني. أهو بُصّوا ده كده الجزء اللي هو بالشوكولاتة، هابدأ بقى أجيب الجزء الأبيض كده وأحطه عليه من فوق، بُصّوا هتلاحظوا إن الأبيض عندي كانت أكبر من اللي هي بالشوكولاتة، لإن كمان كان الكيس بصراحة كان صغير وما ساعدنيش إن أنا أفرد كويس، بس ما فيش مشكلة هالِم كده الأبيض على اللي بالشوكولاتة وهابدأ إن أنا كده هافردهم تاني، يعني هتشوفوا بُصّوا شايفين أهو إن أنا فردتها، فما حصلتش أي مشكلة يعني. هاعمل إيه بقى، هارجّع بقى الاتنين دول على الكيس على المفرش السيليكون عشان خاطر أعرف إن أنا إيه، أتحكّم فيهم. طيب دلوقتي بقى عملت إيه، دلوقتي أنا حطّيت الطبقتين على بعض وقسمتهم كده من النُص بالتساوي وهاحط الجزء ده على الجزء اللي تحت، تمام كده؟ يعني مركّزين معايا، عملت إيه، حطّيت الطبقة الشوكولاتة عليها الطبقة البيضا من فوق وبعد كده قسمتهم من النُص بالتساوي وحطيت الاتنين على بعض، لقيتيهم برضه ما طلعوش بالتساوي برضه ما فيش أي مشكلة، شدّي ومدّي كده ومُطّي بإيدِك وهتتضبّط معاكِ برضه، ما تقلقيش لا تقلقي. أهو بُصّوا، حطيت الاتنين على بعض أهو بُصّوا، وجيت بقى أفرد عايزاه على شكل مستطيل برضه، هاجيب برضه نفس السكينة بتاعتي هي البطل النهارده، لإني يعني عايزة أضبطها بقى على مستطيل، وهابدأ إن أنا إيه، أضبّط كده المستطيل بتاعي أهو، شايفين بُصّوا فردت مستطيل إزاي، هاجيب برضه سكينة وأقسمها من النُص، تقدري إن أنتِ تتنيها على بعض، يعني في كده وفي كده، اللي أنتِ أسهل لِك اللي أنتِ شايفة إن هو سهل ليكِ اعمليه، تمام، برضه باقسمها بالنُص وأرجع إن أنا أفرد مستطيل تاني. الحركة دي بنعملها كام مرّة، بنعملها 3 مرّات علشان الطبقات ما تخشش في بعضها، بُصّوا لمّا تلاقي الجزء اللي فوق كده بقى أبيض شفاف هي كده تمام بقت جاهزة معانا، أهو بُصّوا شايفين أهو الطبقات بتاعتنا هتلاقوها مضبوطة جدًا، المهم بُصّوا دي آخر مرّة أو آخر تقسيمة أنا قسمتها، وبعد كده بُصّوا هانقلها بقى في الصينية بتاعتي، بُصّوا هتحسّوا إنها مش نفس المقاس، مش كل ده مش مهم، إحنا برضه في الآخر عايزين الطعم. بس في الآخر هيطلع نفس الطبقات ونفس الشكل ونفس التكنيك ونفس كل حاجة. دلوقتي أنا مسخّنة الفرن بتاعي، هاحط بقى المفروض كيكة البسكوت بقى دي كده في الصاج بتاعي، أنا عندي الصاج هاحطها في الصاج هادهنه زيت وأحطها في الصاج، بتخش الفرن يعني من ربع ساعة كده يعني هي تقريبًا من 10 دقايق لربع ساعة يعني برضه ما إنها إيه ما بتطوّلش في الفرن. أهو بُصّي أنا جبت الصاج بتاعي وبعد كده هانقلها. طيب يا جماعة بُصّوا بقى، صلّوا بينا على النبي، عايزين نشوف بقى نتيجتها في الآخر أو طعمها إيه. بُصّوا والله ده من وجهة نظري، أنا عملتها بالضبط، بالضبط زي بنفس المقادير ونفس الطريقة وكل حاجة، عايزة أقول لكم بقى الطعم في الآخر طلع إيه. بُصّوا، لو أنتِ هتعملي الطريقة دي علشان خاطر أنتِ شُفتيها إنها بُصّوا واو بسكوت الشمعدان يا جماعة وأوفر والكلام ده، لأ، استحالة.
انزلي كده عند السوبر ماركت هاتي لك باكوين بسكوت كده ب 12 جنيه كده حلوين كده، وكليهم وانتي مستمتعه مع كوبايه الشاي بلبن بتاعتك. تمام. طيب خلينا بس نشوف الحته دي وهرجع اقول لكم. دلوقتي بص، طلعتها من الفرن، هي لسه الكيكه يا دوبك هديت بس بسيط كده، مش سخنه لسه مولعه. وسيحت الشوكولاته خام من فوق اهو، سيحتها على بخار ميه عادي. حطيت عليها بس يا دوبك معلقه زيت، وهبدا ان انا اوزع الشوكولاته بتاعتي. طبعا قبل ما الشوكولاته تبرد او تجمد معايا، والكيكه بتاعتنا لسه دافيه. طيب تمام. دلوقتي بسيح شوكولاته بيضه يا دوبك، هو بس مكعب كده عشان بس هعمل منظر من على الوش. طيب نرجع بقى لمرجوعنا تاني الكيكه دي. طيب الطعم ملاش علاقه ببسكوت خالص خالص خالص، ملاش علاقه باي طعم بسكوت يا جماعه. اللي يقول لكم انها طعم بسكوت الشمعدان والكلام ده، والله ابدا، ملاش طعم باي بسكوت. طب هي ايه؟ هي كيكه ناشفه. بصوا، هي كيكه ناشفه شويه. يعني انت بتاكلي كيكه، الكيكه ناشفه. ويعني ناشفه على طريه، انتوا فاهمين قصدي؟ عارفين انتوا الكيكه لما تنشف منكم سنه. طيب ايه بقى اللي كان محل طعمها بصراحه معايا، او انها طعمها طلع حلو شويه، لانها كانت من دون الاضافه دي كانت هتبقى وحشه جدا. اللي هو طبقه الشوكولاته اللي انا حطيتها دي. طبقه الشوكولاته دي طبعا تحفه روعه، ملهاش حل يعني. فهي دي اللي محليه طعمها. انما غير كده لأ، 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 بصراحة أنا ما أعملهاش تاني. شُفتوا طبعًا التكنيك بتاعها، ونفرد ده ونحط ده على ده ونطلّع ده من ده، ومش وزي ما أنتم شُفتوا، ونساوي ونعمل والفرهدة اللي إحنا عملناها ده. فأنا عايزة أقول لكم والله الخلاصة إنها الطعم مش طعم بسكوت خالص، طعم كيكة يا جماعة عادية، كيكة ناشفة، كيكة عملتيها وناشفة منِّك شوية. أنا بُصّوا قطّعتها هنا، هي هنا لسه دافية. الكيكة هنا لسه دافية. بعد كده هاسيبها التلاجة تبرد. على فكرة أنا كان ممكن أطلع برضه وزي ما هم كل اللي جربوها واو تحفة، وأقول لكم لأ، للأمانة هي لا كيكة شمعدان ولا بسكوت، ما فيهاش أي طعم البسكوت. أنتِ لو عملتِ بسكوت عادي أصلًا، أي مقادير بسكوت، بسكوت ال10 دقايق، بسكوت الخلاط، هيبقى طعمه بسكوت وأحلى منها. ولو عملتِ كيكة شاي عادية أو كيكة شوكولاتة عادية هتبقى أحلى منها. إنما هي بصراحة الميكس لأ، ما يعني ما عجبنيش الطعم بتاعتها. هي بصوا الشكل بتاعها حلو قوي، هتشوفوا دلوقتي. الطبقات من جوه الشكل برضو حلو، بس تكنيكها يعني رخم ممل، وطعمها مش طعم الاوفر اللي طالعين بيه. بس انا حبيت ان انا اجربها واشوف، لاني بصراحه كنت يعني كنت حابه انها تطلع بطعم الشمعدان زي ما بيقولوا. طبعا الشمعدان كلنا بنحبه. او بصوا شايفين، هي كيكه ناشفه شويه، طبقه الشوكولاته اللي من فوق هي اللي مديالها الطعم الحلو بتاعها. انما كهي لوحدها لا بصراحه. بصوا لو شكلها تحفة بصراحة. بس أنا عن نفسي لأ، ما أعملهاش تاني. أعمل أي كيكة تانية، أعمل براونيز في حتة تانية خالص. فأنا حبيت إن أنا أجربها، وحبيت إن أنا أنقل لكم الصورة بصراحة ورأيي فيها عامل إزاي. ومع السلامة.